حبايبي اخواتي في ثالثه اعدادي عاملين ايه؟ انا عارفه ان انتم مضايقين جدا والفتره دي مضغوطين قوي وامتحانات بقى والكلام ده كله. بصوا بجد والله بجد الفتره دي كانت صعبه علينا كلنا، وانا واحده من الناس والله بجد هحكي لكم ان انا كنت بتمنى انام وانا في ثالثه اعدادي. قسما بالله كانت امنيتي الوحيده ان انا انام. انا كنت بذاكر من الفجر لحد بالليل حرفيا، وطبعا بابايا كان بيساعدني بشكل كبير جدا جدا جدا. كنت مضغوطه جدا وداخلين طبعا على الامتحانات ومتوتره. يا رب انا عايزه اقفل كل مواد، يا رب انا عايزه اطلع اوائل جمهوريه، يا رب انا عايزه اطلع من الاوائل، يا رب انا عايزه ادخل مدرسه ستيم، يا رب انا عايزه ادخل ثانويه عامه. برضه بيجي لي تفكير، هو انا لو بدات دلوقتي هلحق؟ يعني انا خلاص فاضل شهر بالظبط على الامتحانات. هل لو بدات دلوقتي فعلا وذاكرت واجتهدت ولميت المواد هل فعلا هلحق؟ فكان كل الحاجات دي بتجيلي في مخي. بس انا جايه لك من معتين وبقول لك ان فعلا لحقت الحمد لله وجبت 99%. واللي انت تجيب 100% مش صعب خالص خالص خالص. لسه قدامك الايام طويله، 30 يوم. انت متخيل 30 يوم كافيين ان انت تلم فيهم المنهج ازاي؟ طيب انا دلوقتي مش عارفه ابدا ازاي صراحه، ومتوتر بصراحه محدش مهتم بيا، يعني انا صراحه محدش بيقول لي اعمل ايه. بص انا جايه لك وان شاء الله قررت ان انا هعمل سلسله ثالثه اعدادي بس. حتى لو دخلت على القناه بتاعتي اصلا هتلاقيها كلها ثانويه عامه، بس انا الفيديوهات الجايه كلها ثالثه اعدادي عشان حاسه ان هم فعلا محدش مهتم بيهم. معلش يعني انا قررت باذن الله ان انا هعمل لكم اخواتي واقول لكم انا كنت بعمل ايه. بص يا عم، الفتره اللي هي خلاص قبل الامتحانات الاهم من المذاكره هقول لك ايه. والله العظيم هو ده سر نجاح اي شخص: القران والصلاه. طيب انا ما بصليش، انت لو ما بتصليش صلي عشان نفسك، والله مش عشان الامتحان، عشان نفسك. انت كل فرض بيضيع عليك انت تسأل عنه. انت لازم اهم حاجه الفتره دي ان انت تصلي كويس جدا 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 وتلتزم في الصلاه. طيب دي حاجه. تاني حاجه القران. الناس اللي مستنيه ليله الامتحان تيجي في الدين عشان تبدا تراجع او تشوف منهج الدين اصلا موجود عندها، انتوا فين يا جماعه؟ بجد والله انتوا فين الفتره دي؟ معلش تعالى نفسك كل يوم احفظ 3 ايات بس، شوف 3 ايات بس، شوف 3 ايات من الايه القرانيه اللي موجوده عندك. تمام. طيب الناس اللي بصراحه ما بتحفزش او اي حاجه، انا باذن الله جروب التليجرام هنزل كل يوم ال3 ايات اللي حضرتك المفروض تحفظهم، بحيث باذن الله يعني والله العظيم هو عشان الاجر، وان انت تحفظ وان انت تاخد حسنات، وان ربنا يوفقك في باقي يومك، وان ربنا يوفقك في باقي السنه، وكمان انك هتمتحن كده كده فيها. اوكي تمام. فاحنا هنبدا باذن الله الفتره الجايه دي نحفظ قران كل يوم. تمام. يعني هبدا التزم على الصلاه، هبدا احفظ قران. تالت حاجه باباك ومامتك، هو ايه علاقتهم دول اصلا بان انا هجيب مجموع؟ هو انت لو مزعلهم ازاي هتجيب مجموع؟ هو انت لو مزعلهم ازاي كده قاعد بتتكلم معايا؟ هو انت لو مزعلهم ازاي اصلا بيجيلك يعني قلب تنام؟ ابوك وامك دول اهم حاجه في الحياه، اهم حاجه في الحياه كلها. لو انت مزعلهم روح بص ايديهم كده وروح تاسفهم، وان مفيش اي حاجه حرفيا في الحياه تسوى وجودكم معايا. فلو انت مزعلهم روح تاسف لهم وتعالى كمل الفيديو، الواحد مش ضامن الصراحه عمره. خلاص عرفت هتعمل ايه؟ تعالى بقى نبدا في المذاكره يا عم. ان شاء الله انزل لك فيديو ازاي تلم المنهج كله في 10 ايام، يبقى انت كده مالكش حجه خالص، كده مالكش حجه خالص الصراحه. طيب انا همشي يوم ازاي؟ احنا هنمشي يومنا على 3 فترات: الفتره الاولى هنذاكر فيهم ماده، الفتره الثانيه هنذاكر فيهم ماده، الفتره الثالثه هنذاكر فيهم ماده. طيب ايه المواد دي؟ بص يا عم، انت تختار الماده اللي انت بتحبها والماده اللي انت بتكرهها والماده اللي انت بص عاديه لو انا مذاكرها بس ناسي. يعني انت دلوقتي هتختار ماده انت بتحبها ومذاكرها كويس جدا، وماده انت بتحبهاش وما فتحتهاش اصلا، وماده انت مذاكرها بس كنت ناسي. هتبدا تخلي الفتره الاولى معاك الماده اللي انت بتحبها. ايه ده؟ يعني انا مش هبدا بالماده الوحشه؟ ما انت لو بدات اليوم بالماده الوحشه نفسيتك هتتسد ومش هتعرف تكمل باقي اليوم. فابدا يومك بالماده الحلوه. طيب نص اليوم هاخد الماده الصعبه. خد الماده الصعبه، ما تاخدش الماده المتوسطه، خد الماده الصعبه وخلصها خلاص وحل عليها وظبطها. اخر اليوم روح خد الماده اللي انت كنت مذاكرها ونسيها. تمام، بحيث انت تختم يومك باصلا حاجه انت كنت مذاكرها، حاجه خفيفه كده. يعني انت هتبدا يومك بماده حلوه انت تختارها، وفي وسط يومك هتختار ماده انت ما بتحبهاش، وفي اخر اليوم هتختار ماده انت كنت مذاكرها ونسيها. او في شخص بيقول لي الانجليزي مش هيتلم. بص يا عم، انت قدامك 30 يوم، كل يوم لو حفظت لك 50 كلمه في مده 30 يوم، شوف انت هيكون معاك كام كلمه. 50 في 30 ب 1500 كلمه. انت اصلا المنهج عندك مش فيه 1500 كلمه. فتخيل لما انت كل يوم تحفظ 50 كلمه بس، 25 كلمه الصبح و25 كلمه بالليل، انت على اخر الشهر هيكون معاك حصيله كبيره جدا جدا من الكلمات. 30 في 50 ب 1500 كلمه. كل دول انت هتكون حافظهم لمجرد ان انت بتحفظ اليوم 50 كلمه، 25 الصبح اول ما تصحى و25 بالليل قبل ما تنام. بس كده. هو ده الروتين اللي انت محتاج حرفيا تمشي عليه الفتره الجايه، ان انت تثبت كل يوم قران، تصلي الفجر طبعا دي حاجه كويسه جدا، وانت تلتزم على الصلوات. تالت حاجه بر الوالدين، ان انت بتسعش باباك ومامتك تاني. رابع حاجه ان انت تبدا تقسم اليوم عندك على 3 فترات. خامس حاجه وان انت تثبت كل يوم انجليش ثابت معاك، بحيث ان انت تيجي باذن الله كده اخر الشهر تكون مخلصت المنهج باذن الله ومفنيشه. انت واحد عندك 1500 كلمه، انت تقدر تحل اللي هو سؤال القطع، تقدر تحل سؤال المواقف، تقدر تحل السؤال بتاع الاختيارات، تقدر تحل الباراجراف. تمام، تقدر تعمل كل ده. فباذن الله لو مشيت على الروتين ده اللي انا قلت لك عليه، اضمن لك النجاح والاوائل في ثالثه اعدادي، وباذن الله اضمن لك كمان النجاح والتفوق في حياتك عموما، لان انت ربنا راضي عنك وابوك وامك راضيين عنك، خلاص انت مش محتاج كده اي حاجه تاني. بس كده. وطبعا لو عايزين نكمل معاكم في سلسله ثالثه اعدادي اعملوا لايك للفيديو ده عشان اعرف، وكمان اعملوا سبسكرايب في الشانل. بس كده.